أنا قاعد هنا أوريكم البراند بدأ كيف. لقيت انتقادات، يعني في دخلوا لي ناس. كان عندي خبرة شوية قبلها، رأس المال هو كان بسيط لكن حخلي ما أتكلم عنه. في النقطة الجاية دي حنختلف في الإجابة أنا وأمي. نقطة التحول بالنسبة لدار أرام. أنا حقول لكم حاجة أنتم ما حتصدقوها، لكن قبل ما أقولها أنا محمد أحمد إبراهيم دهب، ولد ماما زوبة وشريكة، صح ولا لا؟ أوكي. صح. الحاجة اللي أنتم ما حتصدقوها إنه إحنا لما بدينا المتجر ما كان عندنا خطة واضحة، ما كنا عارفين إحنا قاعدين نعمل في شنو بالضبط، بس بدينا وما كنا متوقعين أصلا إنه زول حيشتري مننا بالسرعة دي. فالحلقة دي حتكون أو أنا قاعد هنا اليوم مع ماما عشان أوريكم البراند بدأ كيف، وأنتوا أصلا ممكن تعملوا الحاجة دي كيف، وأي تفاصيل إنه ممكن تستفيدوا منها على الحاجة بتاعتنا. انتوا عائلة دار أرام وحابين انكم تشاركونا نجاحنا لحد ما وصلنا للي احنا فيه حاليا. طيب البداية حقت الفيديو ماما هتحكي لنا ليه دي أصلا بديت الفكرة حق دار أرام، أو ليه عاوزة تشتغلي كنت في البخور وكده. انا جيت طبعا بعد الحرب، وانا يعني زولة كنت شغالة في العمل الوظيفي سنين طويلة. فالمرة العاملة ما بتقدر تقعد ساكت، فبقى عندي فراغ بعد ما أنا جيت، ما قدرت يعني أتحمله. وقلت أشوف لي وظيفة هنا أشتغل. الأولاد رفضوا لي الوظيفة، طرحت كم مشروع عليهم برضو ما لقيت إقبال منهم. فقلت لهم عندي هواية، يعني صناعة العطور دي أنا بحبها، يعني من بدري أنا بحب التركيبات وبحب عمل الريحة والبخور. يعني دي حاجة اتعلمتها من أمي الله يديها العافية. يعني أنا أصلا اتربيت في بيت بيعمل الريحة وصناعة العطور. فقلت لهم أنا خلاص ممكن آه، أبدأ إني أعمل العطور والبخور. أنا حاجة دي أنا بحبها ومتعلمها من أمي. فبدأت المشروع بتاعي. من ناحية النقطة حقت إنه هل إحنا كنا متوقعين النجاح بصورة عامة؟ أيوة، لأنه لو أنت بقيت تعمل الحاجة نفسها كل يوم فبنهاية الأمر أنت حتنجح فيها. لكن هل النجاح إحنا كنا متوقعينه بالسرعة دي؟ أنا صراحة لا. ليه؟ لأن من أول يوم لما بدينا التصوير حق المنتجات أنا كنت شايفها كشركة، فعشان كده الموضوع ده كان ناجح بالنسبة لي. حتى ناس البيت ما كانوا شايفينها كشركة، كانوا شايفينها أوكي حاجة صغيرة، لكن كنت شايفها كشركة. فأنا قلت أوكي بعد 5 سنة حتنجح أكيد. لكن نجحت بسرعة، نجحت بصورة أنا أصلا ما كنت متوقعها. فآية الحمد لله. الحمد لله، توفيق من رب العالمين وجهد الناس. لو أنت اجتهدت على الحاجة بتاعتك بتصل للطموح اللي أنت عايزه. أنا حكي لكم اللي هو القصة بتاعت أول بيع كان كيف. فإحنا جهزنا الحاجات، ماما جهزت البخور وعملته، عبينا العبوات وكل شيء جاهز. بدينا التصوير. في التصوير أنا كنت أصلا كان عندي خبرة شوية قبلها، فكنت بعدل الصور بعدل الفيديوهات، ما زي هسه تحسننا أكتر. ولكن جهزنا كل شيء، الصور جاهزة الفيديوهات جاهزة، وخلاص بدينا عملنا الصفحة وبدينا نرفع. فإحنا ما كنا متوقعين إنه حتيجي مبيعات أصلا أول شهر أو أول 3 شهور. أنا ما كنت خاطي إنه في مبيعات حتيجي. فماما سافرت عند بنت أختها وخلتنا إحنا قاعدين في البيت. العبوات جاهزة، الحاجات كلها فيه. فجاءت طلبية، أنا ما عرفت أتصرف كيف وما عرفت المنتجات شنو حاليا. يعني أي منتج في المتجر أنا عارفه من شكله، بكون عارف حتى من دون الستيكر، من دون الاسم، من دون كده. فبقينا بالتلفون واتصلت، الو ماما، ايوه في طلبيه جات، هي هناك فرحت، انا هنا فرحان ومتوتر وما عارف اعمل شنو. ده كان أول
أول يوم اترفعت فوق الفيديوهات، تاني يوم طوالي جاتنا الطلبية، ودي حتى أول عميلة عندنا في المتجر. أي. فانا متذكر انه يعني مم. كان في 3 صور في الصفحه وفي فيديو واحد. مم. فالفيديو كان فيه 300 فيو، 300 مشاهده. فانا قلت اللي هو دي كيف خشت اصلا او عاوزه شنو بالضبط، لانه انا كان عندي الواتساب حق المتجر. فاخذت المعلومات حقتها، اسمها، رقم التليفون، اخذت اللوكيشن. ودي كانت غلطه ما تعملوها، او حاولوا انكم ما تعملوها، انه ظبطوا الموضوع بتاع الشحن او بتاع التوصيل. اذا انت حتعملي بزنس بيوصل منتجات لناس، لانه الوقت ده انا ما كنت عارف اي حاجه عن شركات الشحن. فبقدرة قادر بمكالمات الفيديو والمكالمات العادية قدرت أعمل الطلبية. الطلبية. قدرت أعمل الطلبية مع ماما. هي كان في بيت خالي. جهزنا الطلبية، اتحركت صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب اتحركت، مشينا وديناها عليها. هي كان في دبي، المسافة ما كان بعيدة شديد مننا. فوديتها ليها، وحتى نسيت اخذ القروش، وما كنت عارف القروش كم اصلا. فهي قالت لي طيب القروش انا ححولها كيف، ولا حتشيلها مني كاش؟ فانا قلت انا نسيت القروش من الفرحه. فادتني القروش كاش ورجعت. وللان يعني هي اكثر واحده قريبه من ماما، واكثر واحده قريبه مني انا ذاتي. وحد يعني الطلبيه الاولى حتكون كده، يعني لا طعم بلا، حتى لو جات بعدها 1000 طلبيه. العميل الأول ده دايما مميز، يعني عند نفس الزول، وبتبقى علاقة بينه وبين بين صاحب المتجر. فاكبر خوف يا ماما كان من شنو من ناحيه المتجر لما بدينا فيه؟ إني أنا ما ألقى يعني مشترين، أو المنتجات حقتي ما تعجب يعني العملاء. دي الحاجة اللي كانت يعني مخوفاني. كده اديناكم نظرة عامة انه احنا بدينا كيف، بدايتنا كانت كيف. هندخل بعد ده في المرحلة جد جد، اللي هو المنتجات اخترناها كيف. او احنا ما اخترعناها اول حاجة. وانت لو حتستنى انك تعمل حاجة جديدة في الدنيا ما، فانت حتستنى وقت طويل شديد. المنتجات السودانية حقتنا دي، البخور، الخمرة، قاعدة من زمان، وفي 1000 نفر بيبيعها، وفي 1000 نفر بعد سنة برضه حيدخلوا السوق جديد وحيكونوا قاعدين يبيعوها، وعندهم فرصة حقت نجاح. فإحنا لما اخترنا المنتجات، أوكي، هنا بدينا المتجر. حنبيع شنو؟ حنبيع بخور، حنبيع خمرة، وبس. هسه حاليا المنتجات زادت بكثير، لكن في البداية كانت بخور وخمرة. فلما اخترناهم، اخترنا شفنا أصلا أوكي الكاستمرز بتاعنا أو المشترين بتاعنا بيحبوا شنو. بيحبوا خمرة الضفرة، بيحبوا خمرة المسك، بيحبوا خمرة الصندل. خلاص الثلاثة دي الأساسيات. وهنا رأس المال بيلعب دور كبير. اخترنا الثلاثة حاجات الأساسية: البخورات، بخور الصندل، بخور الشاف. دي الخمسة منتجات بدينا بيهم المتجر. فالحاجة دي بتساعدك إنه أنت تكون عارف أنت ماشي وين، وعاوز تبيع لمنو بالضبط. رأس المال هو كان بسيط، لكن حخلي ما أتكلم عنه. آه، بدينا برأس مال يعني 1200 درهم، بتصدقوا الكلام ده؟ حتى لو كان مشينا السوق. مشينا السوق، يعني جبنا يعني الحاجات بكميات بسيطة، كتجربة إنه يعني الحاجات دي تكفينا، نقدر نعمل يعني طلبيات محدودة، نشوف بعد ده الإقبال، نسبة البيع. عشان كده يعني جبت حاجات محدودة بديت بيها. وهسه لو انا غاية عندي العاده دي هسه، انه انا بمشي السوق اجيب المواد الخام. فحتى التجار هسه بيجوا بيقول لنا ما تجيب البطاقه، لانه انت قاعد تشيل حاجات كثيره، بيكون علينا الضريبه كبير. فكاش كاش اونلي. هو بيكون عنده بطاقه بس عشان الحاجات كترت. فانا لما كل ما القعده تحلو زي ما بيقولوا، م. بقوم بذكر ماما، بقول لها انه متذكر لما كنا احنا مشينا اشترينا الضفره ب 20. اللي هو المسافه بعيده بيقول. طيب. يعني الحمد لله على النجاح، نحمد ربنا ونشكر فضله. في النقطه الجايه دي حنختلف في الاجابه انا وامي. في بداية المتجر الدعم كان كيف من الناس اللي حوالينك؟ والله أنت عارف الدعم المعنوي أهم من الدعم
المادي. فلقيت دعم يعني من الدعم الأسري، الأولاد ما قصّروا ساعدوني، أختي، بنات أخوي، وجاراتي في البناية، يعني دعموني معنويًا وشجعوني إني أبدأ وأقدر إن شاء الله أبيع الحاجات، فاتشجعت وبديت. فهنا في النقطة دي الاختلاف، الدعم اللي هو كل الناس أوكي دعمت ماما وما قصّروا، إذا كان أخواني، إذا كان أنا، إذا كان الناس اللي حوالينا، أنا لازم أدعمها لأنه أنا شريكة. ولكن الاختلاف بيكون عندي أنا في شنو؟ إنه أنا كنت قاري medical field اللي هو دكتور مختبر، فكل الناس كان بيقول لي لا لا أنت حتواصل في الحاجة دي لمتين، وللآن بيقولوا لي اللي هو لا لا وأنت مفترض ما تعمل كده، مفترض تمشي المستشفى وتشتغل في المستشفى. لكن هي اقتنعت خلاص إنه أنا ما حمشي تاني الهناي وأخير لي الشغل حق البراند. لا، الحاجة دي كان اللي هو إحنا دايما بيكون في نقير ونقار بين بعض، لأنه أنا كنت شايفها كشركة، هم كانوا شايفينها كحاجة صغيرة مؤقتة، وأنا كنت شايف إنه دي أنا لحد ما يكون عمري 50 60 سنة حكون في نفس الحاجة دي. هو ضد الوظيفة، لأنه أنا وأبوه اتعودنا على الروتين بتاع الوظيفة، فهو كان رافض الفكرة دي. والحمد لله هو من السنة الأولى البراند خلاص بقاه شركة وعلى يده، طوروا وكبروا ونجح الحمد لله للمستوى اللي هو عايزه. طيب، نقطة التحول بالنسبة لدار أرام وبالنسبة لي أنا وماما زوبة. طيب، نقطة التحول أول حاجة كان بدت، أنا متذكر إنه في فيديو نزلناه وكان حق سلسلة تعليمية، إنه ماما بتتكلم عن كيف تعمل البخور. أيوة، كان يعني الفيديوهات الطبيعية بتاعتنا كان بتجيب 1000 مشاهدة، ده الطبيعي. فلما رفعت الفيديو ده في ساعة واحدة جاب 15000، وفجأة المتابعين بيقوا بيزيدوا بشكل كبير، التليفون ما كان بيسكت، تيت 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 تيت. ف... وعملنا 10000 متابع في فترة بتاعت 3 4 أيام. أنا هنا شايف إنه دي نقطة التحول كان بالنسبة لنا، إنه لما بدينا الموضوع حق السلسلة التعليمية، مع إنه أغلب الناس كانت في التعليقات بتقول لي ماما اللي هو أنت ما تشرحي أسرارنا. ما تطلعي عن سلسلة يلا نعمل. أنا عملتها لبناتي، عن الصغار بنات الجيل الحالي ده ما بيعرفوا عن حاجاتنا القديمة دي. فقلت عشان واحدة حتى لو بعيدة من أهلها لو عايزة تعمل حاجاتها في بيتها براها بمكوناتها، أو تاخد فكرة ذات عن مكونات الحاجة اللي هي بتستعملها دي. فبدأت سلسلة يلا نعمل، وفي لقيت انتقادات، يعني في دخلوا لي ناس ما تشرحي حاجات بلدنا، ما توري الناس حاجاتنا. قلت لها الناس حتى لو عرفت أي زول بيعمل، ما أي زول بيعمل، لكن للعلم، يعني البنات يكونوا عارفين اللي هي مكونات البخور اللي هسه بتستعملوا ده شنو، مكونات الخمرة دي شنو، بتتحسس من شنو، الحاجة الحي بتحبها شنو. فالسلسلة عشان الناس تستفيد منها، والناس الدايرة تبدأ مشاريع يعني صغيرة جديدة برضو يتعلموا من السلسلة دي إنه يبدوا مشاريع لنفسهم عشان يقدروا يستفيدوا. في سؤال اللي هو مفترض لازم يتسأل لك أو ما مفترض، 200 حسيتي إنه البراند بقى معروف؟ يعني لما أطلع هسه بقيت يعني بيلاقوني العملاء بناتي ديل بيجوا يسلموا علي ومعاهم أزواجهم، يا ماما زوبة نحن متابعينك، يعني الحاجة دي بتفرحني شديد، بيسلموا علي ونحن متابعينك. دي حاجة حلوة، يعني حاجة حلوة منهن. وفي ناس قالوا لي لما يعني بديت المشروع قال لي انت ما كلمتينا، فانا ما حق يعني اقعد اتصل بزول ولا اكلم زول اقول له هو يعني انا عملت براند، ما البراند براه هو اللي بيفصح عن نفسه. فانت لما لقيتيني انا عملت حاجه وعجبتك، انت تبادري وتباركي لي تقولي لي يا والله عملتي مشروع ناجح زي ما زميلاتي والمدراء معي في الوزارة يعني كلهم أعجبنا المشروع. وقال لي فكرتي بدل ما إنك تقعدي ساكت، يعني أخيرا إنك عملتي لك مشروع تستفيدي منه. دي حاجة اللي هو إحنا عندنا أنا شايفها غلط في مجتمعنا، إنه لو الزول بقى بيزنس اونر أو بقى كده فبيخلي حياته كلها as a business. أو مثلا أوكي أنت لو مشهور، أو أنت لو عندك معارف، أو أنت لو حاسس إنه أصحابك وكده
هم حيدعموك في الحاجة دي، فأنت بتوريهم لما تبدأ المشروع. بس اللي مفترض يكون حاصل إنه أنت بديت مشروع، بديت حاجة زي دي، فأنت حتعمل شنو؟ حتخلي المشروع يسوق لنفسه. أنت حيكون عندك كيانك الخاص بعيدا عن المشروع بتاعك، عشان في نقطة ما أنت لازم تطلع من البيزنس حقك. سواء إذا كان البيزنس كبر فوق طاقتك، إذا كان عاوز توسع بصورة كبيرة، فأنت لازم تطلع من البيزنس. فإذا أنت خليت نفسك أنت علاقتك كلها الناس بتعرفك بس كبزنس اونر، فما حيكون عندك شخصية. أنا حاسس كده، أنا كمحمد حاسس كده. فعشان كده بحاول أفصل الحياة الشخصية من أيوه، البيزنس. أيوه حتى في بالضبط. طلعاتنا في كده عادي ممكن نطلع ما تقوم ترفع في الهناية، أو نطلع طلعات ما يكون للبيزنس، وفي طلعات بتكون بس strictly for business. يعني هسه الطلعة زي الهسه دي احنا طالعين لشنو؟ عشان نصور محتوى للصفحة بتاعتنا حقت القناة. فدي طلعة حقت المتجر، بيكون عادي ممكن بكرة نطلع طلعة ما نصور فيها ولا صورة، بس نمشي نتعشى، نمشي نتونس، نتمشى كده. فلازم الزول يفصل نفسه عن البيزنس في حتات معينة، ما كل فعلًا. الوقت، خصوصا في البداية. في البداية الموضوع بيكون صعب، لأنه أنت بيكون وقتك كله في البيزنس، بتحاول تصلح الغلطات، بتحاول ترجع الحاجات كلها. ففي البداية بيكون صعب، بس لقدام الموضوع بيمشي عادي. ما الزول بعد ده بيلقى ذاته وقت، لأنه بقى في فريق عمل بيشيل منّك باقي المهام. أيوة، ما دام أنت ذكرتي فريق العمل، صراحة إمم. أنا عاوز أشكر. إمم. أنا كان حلم حياتي من اتخرجت بالثانوي إنه يكون عندي موظفين، إنه يكون عندي أنا موظفين ما أنا موظف. فعاوز أشكر سامية، إمم. اللي هي ماسكة لنا الصفحة حقت فيسبوك، ونهلة وعبد الرحمن، ديل الفريق اللي في السعودية. وإن شاء الله الفريق يكبر ويبقى فوق ال1000 عامل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مام بازوغة بتشكر برضه والله فريق العمل، والعُملا برضه والله بيشكرون لردّهم السريع، تعاملٌ الراغي مع العُملا، وده من سبب برضه نجاح المتجر. يعني كل الفريق متناسق مع بعض، وبيرجعوا لأي استشارة لماما زوبة، أي حاجة بتخُص الإدارة بيرجعوا لدكتور محمد، وكلنا مع بعض أسرة واحدة. عائلة الصغيرة حق الدار أرام. كده حاليا احنا وصلنا للموضوع، او لب الموضوع، ما الموضوع اللي هو حتبدا بزنس. النقاط دي انا حتكلم فيها براي، لانه ما كان ماسك البرودكشن لاين التصنيع، لكن البراند ما بكون تصنيع بس. فانا حوريكم الخطوات اللي هو انتم مفترض تعملوها، او لو رجع بينا الزمن وعاوزين نبدا من الاول، فهنا حنبدا بالخطوات دي. طيب، اول حاجه اول حاجه عندك اختيار المنتج. لازم تختاري منتج ما انت بتحبيه، ولكن منتج حاسه انه الناس محتاجاه وعاوزاه وبتحبه، او حتحبه لو انت عامله منتج جديد. فمنتجك لازم يخدم هدف معين. احنا المنتج بتاعنا طيب بخور، خمره. الهدف بتاعه شنو؟ ما بس انك تتعطر، ما بس انك تبخر البيت، لكن هدفه، احنا لما بدينا انه تتذكر السودان. احنا كنا دايرين حاجه تذكرنا السودان، كنا مشتاقين للقعده شارع النيل، شاي الصباح، البخور، الحاجات دي. ومما حرمتنا من البخور، ولكن كان في ناس تانيين عاوزين البخور، اللي هو لما يجونا بخوركم سمح، طيب ادونا منه. فعشان كده بدينا، فده كان الهدف. فاختيار منتجك بيحدد انت ماشي لوين، لانه دي اول خطوه انت حتختارها. اخترت المنتج، بعد ذاك عندك راس المال. راس المال لو انت ما حتقدر توفره، او ما حتقدر آه، تجيبه بصورة ما، فأحسن حاجة إنه توري الفكرة بتاعتك لزول أنت حاسس إنه مقتدر ماليا، ويكون ممكن يساعدك. لأنه في ناس كثيرة مقتدرة ماليا بس ما عاوزة تخش البيزنس. يعني في موظفين كتار عندهم فوق 50 20 ألف، ودي أكتر من كافي إنها تقوم بيزنس من الصفر، أو بيزنس وقع عليل. بس ما بكون عاوزين يدخلوا البيزنس، ما عاوزين يدخلوا السوق، هم مرتاحين في حياتهم. فلازم تلقى زول اوكي عادي ممكن يغامر معاك. ده بالنسبة للخطوة بتاعت انه راس المال. راس المال بيحدد لك الكميات، ما تغامر من الاول ب100%. انت دائما تقسم الكاتيجوري بتاعك على حاجات معينة. يعني مثلا
بتجيب رأس المال الكلي حقك، بتقسم منه 30% دي بتخطها للطوارئ إذا جاتك طلبية لمنتج أنت ما عندك، أو منتج خلص إن شاء الله يعني اوت اوف ستوك او كده، فدي بتكون خاطيه للطوارئ. او مثلا محتاج بنزين، انت لسه ما تعاقدت مع شركه بتاعه توصيل، محتاج كار ليفت توصل الحاجه دي. او مثلا آه، اللي هو لاي سبب إن كان. عندك 70% الثانيه حتشيل 50%. 50% دي حتكون حقت شنو؟ 50% بيكون حقت الرو ماتيريالز اللي هي المواد الخام. المواد الخام بتشيلها، بتمشي تشتريها، بتجي راجع الحاجات الأساسية بس. أنا متذكر إحنا كان مشينا جبنا العبوات، المواد الخام، ضفرة، صندل، الحاجات اللي كده، وجينا راجعين البيت بس. 20% الثانية دي أهم، أنا حاسية دي أهم وحدة، أهم من 30% حق الطوارئ كمان. لأنه العميل أول ما يصل المنتج، قبل ما يشمه قبل ما يجربه بيشوفه، فالعين بتشوف أول حاجة، فلازم تودي له المنتج ده بشكل جميل. احنا كسودانيين صراحة متعودين انه يعني اي حاجة بنرضبها، فلما المنتج يجيني بشكل واو، بشكل يعني ما شاء الله، فانا ححبه اكتر، ادعب على الشكل حق المنتج من برا، امورك بتكون ظابطة. خلصت المنتج، خلصت راس المال، خلصت شكله التوصيل، تعمل المحتوى، حتوصل المنتج بتاعك ده كيف. انت كبداية ما حتقدر تمشي تفتح محل، او لو قدرت تفتح محل لازم برضه تسوق له. فانا شايف انه تفضل انه تبداه اونلاين بزنس، خصوصا انه العالم كله متجه على الاونلاين بزنس. فبتبدا اونلاين بزنس، لقدام ان شاء الله ممكن تفتح محل عادي. بديت التسويق مهم. التسويق ده من اهم الحاجات. انا شايف انه الحاجه اللي نجحت البزنس ده بنسبه 80% التسويق. ليه؟ لانه المحل ممكن يدخله في اليوم 100 نفر، ولكن الفيديو في اليوم الواحد ممكن يشوفه 10,000 نفر. ففي فرق كبير بين الناس اللي شافت الحاجات بتاعتك. فأدعب على الموضوع حق المحتوى بتاعك، وثق كل حاجة، وثق حتى ما إلا المنتجات بس، وثق رحلتك، إنه أنا مشيت السوق الليلة، اشتريت المنتجات، ليه عاوز أبدأ البيزنس. دي كلها حاجات أنت لو وثقتها بتنجح، والناس كلها حتتفاعل مع القصة بتاعتك. ليه؟ لأنه بيكونوا عاوزين يشوفوا خط النهاية. طيب انت حتعمل شنو ليه قدام؟ اوكي، انت الليله جبت الفكره، بكره حتمشي السوق ولا بكره حتعمل شنو؟ بتلقى الناس بدات تتفاعل معك. وبعد ما خلصت الحاجات دي كلها، انا كزبون وانت كسيد بزنس او كسيد منتج، انا عاوز اشتري منك، انا عاوز منك تسهل عمليه الشراء بصوره كبيره. كيف؟ يعني كل ما قللت الخطوات، او انا قاعد اشتغل بشنو، انه انا لو المتجر دخل لي زول عمره 10 سنوات يقدر يشتري مني، لو دخل لي زول عمره 40 سنة يقدر يشتري مني، لو دخل لي زول عمره 80 سنة يقدر يشتري مني. كيف؟ في البداية قبل الموقع الإلكتروني والفيديوهات التعريفية حقت الموقع الإلكتروني، كان في شنو؟ واتساب. ما كان عندي، ما كنت بعرف أسوي ويب سايت، ما كنت بعرف أسوي أي حاجة. فالزول بيشوف الفيديو، بيكتب كومنت، أنا عاوز البخور، بيجيه طوالي مسج على الخاص، وبيجيه مسج رد على التعليق بتاعه برقم التلفون. بيدخل لنا على الواتساب، بيطلب الطلبية، المبلغ بتاعها بيكون كده، الكتالوج موجود على الواتساب إذا أنت عاوز تشوف باقي المنتجات، أو لا أنا عاوز المنتج الفلاني بس. تمام. الطلبية اتأكدت طلعت لك على البيت. أنت بيفتح لك أو بيتصل عليك المندوب، بتفتح بتديه القروش، بتستلم الطلبية. اللي هو 3 خطوات: دخل كتب تعليق، الرقم جاهو، رسل على الواتساب، الطلبية اتأكدت، انتهى البيان. تاني بعد الزول بيستلم طلبيته. فكل ما قللت الخطوات دي كل ما الموضوع بيكون أسهل. فالخطوات أنا شايف إنه حاليا حتى ال3 أنا شايفها كثيرة، أنا عاوز أقللهم ل2. وإن شاء الله لو السوشيال ميديا ظبطت الموضوع أكتر، إن شاء الله تبقى خطوة واحدة إنه أنت بتشوف الفيديو وبتطلب من نفس الفيديو. فكل ما سهلت على الزبون إنه يشتري، كل ما الطلبات زادت عندك، كل ما المبيعات زادت عندك، كل ما الربح هيزيد عندك إن شاء الله. طيب ال- التو... طيب آخر نقطتين اللي هم التوثيق والاستمرارية. التوثيق لشنو؟
التوثيق قبل ما يكون للناس انه ككريديبيليتي انه انت اشتغلت، انه لا احنا حنثق في الزول ده لانه الزول ده شغال، الزول ده في السوق اكثر من 20 شهر، اكثر من 3 سنة، اكثر من كده. بيكون لنفسك انت، لانه انت كده كسبت الزبون ثقتك. بعد شويه انت بترجع للفيديوهات بتاعتك. يعني انا لما اكون مثلا ما عاوز اشتغل، ما عندي افكار جديده، ما عندي اي حاجه، بقوم برجع لاول فيديوهات لي انا في الصفحه، اللي هو بنزل تحت شديد، بشوف التصوير، بشوف الفيديوهات، وبرجع بشوف الفيديوهات اللي عملناهم قبلها باسبوع وقبلها بشهر. فبقول انه يعني المتجر ماشي، المتجر قاعد يتطور، لانه بعد شويه انت بتتعود، بيكون ماشي انت في رزم، بتحس انه لا انا ما قاعد اتطور، انا ما قاعد اعمل حاجه، انا ما قاعد اسوي شيء جديد. فلازم تكون موثق كل شيء، عشان لما ترجع له انت نفسك بيديك دافع، اللي هو لما ترجع للحاجه بتاعتك بتلقى دافع انه اسمه شنو، انه انت تتطور، انه انت تعمل حاجه جديده. بالنسبه ده للتوثيق. الاستمراريه يعني بيجي في فترات، بيجي شهور عادي ممكن انا حاسس انه ما في تطور، ولكن بتكون مستمر، انا كده كده مستمر. الموضوع حق الاستمراريه بيكون صعب، ما للفترات بتاعتنا هسه، لانه انا اوريدي عندي ناس بيشتغلوا فيديوهات، اذا انا عاوز اعمل فيديو او اذا انا ما عاوز اعمل فيديو هم حينزلوا فيديوهات. ليه؟ لانه هم بيشتغلوا شغلهم وشكرا لهم شديد. ولكن في البدايه انت بتكون براك، انت بتكون انت المحاسب، انت المندوب حق التوصيل، انت الايديتور، انت اي شيء في البيزنس. لقدام كل شويه الموضوع بيتفصل، بيبقى لك اسهل، بيبقى لك اسهل. فموضوع الاستمراريه لقدام بيكون اسهل، ولكن في البدايه خصوصا اول سنه لازم ما تقيف. يعني انا اول شهر كنت جهزت خطه حقت اول شهر انه كل يوم حينزل 3 فيديوهات. كنا في تيك توك، كنا في تيك توك. فانا ما قاعد اصحى بدري ابدا، ما قاعد اصحى بدري. يعني لو صحيت بدري بصحى الساعه 1 الظهر. فكان عندي منبه بيضرب الساعه 9، بيضرب الساعه 3 الظهر، وبيضرب الساعه 9 بالليل. فكل وقت من الاوقات دي كان حق فيديو. فانا بقوم بصحى الساعه 9، ارفع الفيديو، ارجع انوم تاني، الفيديو حق الساعه 3، الفيديو حق الساعه 9 بالليل. فكنت براعي في الحاجه دي. لا في واحد من اخواني كان بيرفع معايا الفيديوهات، لانه الصفحه انا بس اللي كان عندي ليها اكسس، انا وامي. فالموضوع ده كان صعب شديد. فنفس الشيء ما حيختلف كتير، لكن ممكن يختلف بس في الطريقة، يختلف في الحاجة زي دي، لأنه عادي أنت ممكن البيزنس أول حاجة بدك تعملها تتطلب منك إنك ما بس ترفع 3 فيديوهات في اليوم، لا إنه أنت تمشي كل يوم السوق، إنه مثلا أنت تكون في تواصل دائم مع الزبون بتاعك، إنه أنت عملت كده. لو أنت حتبقى كوتش مثلا لازم كل يوم تتواصل مع الزبون حقك، عملت كده، سويت كده، فعلت كده. فكل زول في بدايته الموضوع بيكون له صعب، ولكن مع الزمن كل حاجة بتسهل. انت ما حتتعود، لكن حتى التاسك بتاعتك بتقل. آه وبس، واصله لو بديت حاجة واصلها وارمي نفسك، اللي هو البحر ده عشان تتعلم السباحة لازم ترمي نفسك في البحر. يعني دايما بنصح إنه الزول لو عنده فكرة يبدأ، يبدأ طوالي، ما تتكاسلي ولا تقولي حبدأ لما الظروف تبقى كويسة. الظروف عمرها ما حتبقى كويسة لو انت ما بديتي ولا اتشجعتي. لو عندك طموح أبدي، الفكرة بسيطة، شوفي الحاجة اللي انت بتحبيها وبتقدري تبدعي فيها، اعمليها النجاح بالإصرار يعني والعزيمة بتنجحي. ودايما يعني بقول لهم يعني الشغل أنا بعمله بحب، فعشان كده له يعني طعم براو. فأنت الحاجة اللي بتحبيها بتقدري تبدعي فيها وتنجزي. دي آخر نصيحة أنا حقول، لأنه الفيديو ده أنا اتكلمت فيه كتير شديد وما مرتاح. طيب، لو عاوز تبدأ بمشروعك ابداه الليله، اعمل فيديو الليله. ممكن انت تكون قد تحضرني راقد في السرير، انا عارف الحاجه دي. اعمل فيديو وانت راقد في السرير، ما الا تصور. الفيديو ده ما الا تصور، يعني عادي ممكن تخش كاب كات، تخش اي تطبيق إن كان، وبتعمل فيديوهات
من فيديوهات تانية، تشيل فيديوهات من النت، تعدلها بطريقتك الخاصة وترفعها في صفحتك. ولو انت اوريدي مؤجل حاجة 80 او 90% من جيلنا ده مؤجل حاجة للشهر الجاي، للأسبوع الجاي، إمم. فامشي اعملها، صدقني امشي اعملها، او اكتب لنا في التعليقات مشروعك شنو. احنا حنرسل لك رسالة اللي هو بيكون فيها الخطوات اللي هو مفترض تعملها للبزنس بتاعك. يعني مثلا إذا واحد رسل عاوز يعمل جيم، فحنرسل له الخطوات اللي أنت مفترض تعملها أو تمشي بيها عشان تعمل جيم. إمم. وبس، دي كانت نهاية الحلقة. وإن شاء الله لو الحلقة دي اللي هو الناس اتسألت فيها أو عرفت حاجات كتيرة، إن شاء الله حنعمل لكم واحدة تانية تكون برضو أنا وماما. إن شاء الله. أي استفسار أو حاجة عايزين تسألوا عنها، نحن حاضرين. يديكم العافية ومع السلامة.